بنضيف الآن من هالزيت. شوف برضو أنا اليوم عم بطبخ كله في طبق واحد. بدنا بس تحط الفطرات قلنا كيف كحشوك من المعصرة. سلام. سمير اعمل لي هيك بحيزة بالنص هيك. ايوه 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 ايوه, أيوة يا سمير ايوه. والله ما بفهمك على الطاير. الآن في هذه المرحلة يا سمير بعوض الله يا سمير، بعوض الله شوية روزماري. حلو. بننزل البصلات، بنضيف الثوم، نكهات جدا مميزة. وهذا زعتر من البرندة؟ لا هي طلع، لا والله من السوق، من السوق هذا. ما ظلش وسع ما انت هلا. بعدين بنضيف عليه اوريجانو. شوفوا لي النكهات، شوفوا النكهات الموجودة. اشي على كيفكم. شو هون هيك؟ فلفل اسود يا عيني. شوية ملح. اذا فلفل اسود وملح. شايفز. اها. حط لنا شوية مرق دجاج. طيب خليها تغلى معه شوي معناته. شوية صغيرة. الله يا سمير نفسي امسك شعراتك. وتسوي فيها نفس السلافة. والله. والله يا سمير. طلعني زي عبسي اللي بعدنان ولين. بسم الله. بسم الله. بنضيف الفطر سوري، بنضيف الكريمة، بنضيف عليه من جبنة البرميزان. بنخلي شوي حتى نزين فيها هالطبق الفخامة. طبق جانبي زي ما حكينا، فيكم تاكلوه جنب ستيك، جنب دجاج مشوي مع رز، ضيفوا عليه باستا اللي بدكم اياه، غني بالنكهات لانه في 3 انواع من الاعشاب، الاوريجانو والزعتر او 4 والشايفز والريحان، بالاضافه للبصل والثوم، عم بيعطيكم نكهه طيبه مع اضافه، يعني هو طبق ايطالي 100% وبسيط جدا جدا. شويه رقائق من الفلفل الاحمر. يا عيني انوار المجد، شو ما تطبخ تحكي لك وصفاتك خطيره. شكرا شكرا. شويه شايفز كمان عليها. طبقنا الثاني صار جاهز، فطر بالكريمه بالاعشاب والنكهات الطيبه، صار جاهز كسايد ديش او طبق جانبي راح تحبوه كثير كثير. فطر بالكريمه. اكيد بدنا نص كيلو من الفطر الحب الكامل، وبدنا ملعقتين من الزيت، اكيد بدنا كمان زبده المراعي، بصل وثوم موجودين 100%، كريمه الطبخ المراعي موجوده، بدنا نص كوب من مرق الدجاج، وبدنا شويه زعتر اخضر، شويه روزماري، شويه اوريجانو حتى نضيف نكهات زياده لهالطبق، وبدنا كمان شويه ريحان، بارميزان، ملح وفلفل، شويه شايفز او بقدونس الزينه، وكمان شويه بارميزان على الوجه.